شوفوا لي شلون سوينا كيكة تجنن. وما شاء الله كانت اسفنجية وجدا هشة. طبعا ومقادير سهلة ومواد متوفرة بكل بيت. مواد كلش بسيطة ومتوفرة عندكم. أول مرة السلام عليكم، شلونكم يا أحلى ناس بالكون؟ مثل ما طلبتوا مني نسوي كيكة شاي، كيكة بسيطة وتكون هشة واسفنجية. يلا تعالوا بالصلاة على محمد وآل محمد نبدي الطريقة أو الوصفة مالتنا. وهنا قبل لا نبديها البنات دائما يطلبون مني يقولون الكيكة نريد نشوفها من الداخل، وهاي قصيتها لكم، قصيت قطعة وشوفوا لي اياها شلون هشة ما شاء الله واسفنجية. وهسه المقادير اللي راح نحتاجها 3 حبات من البيض، وهنا نص كوب من الروب أو الفانيلا، وكم حبة هيل طحنتهم، ورشة من الملح، وظرفين من البيكنج باودر، وظرف من الفانيلا. البيكنج باودر من تضيفون حاولوا تاخذون التركي نوعيته زينة ويخلي ارتفاع الكيكة حلو، أما الإيراني فدائما الكيكة ما تنجح بيه وتهبط. هنا أنا بعد ما ضفت البيض هسه راح أضيف رشة من الملح، وأضيف الهيل، والهيل طبعا اختياري، اللي ما يحب ممكن تستغنون عنه. وهنا أنا خاشوقة أو ملعقة من الخل الأبيض، وإذا ما عندكم ممكن تستبدلوه بالعصير ليمونة، نص عصرة ليمون كافي. هنا ضفت الروبة وضفت كوب من الزيت، أو ممكن تقللون أقل من الكوب بالحالتين يصير. هنا ضفت الفانيلا وبعدها أضيف البيكنج باودر وأخلطه خلطة زينة. وهسه هنا أنا بعد ما ضفت المواد راح أخلطهم هاي بالخفاقة اليدوية، واللي عنده خفاقة كهربائية يكون أفضل تختصر الوقت. وهسه أخلطهم خلطة زينة إلى أن تمتزج كل المواد. طبعا هنا أني ما طلعت عندي بالتصوير، ضفت كوب ونص من الشكر، يعني على هاي المواد كوب ونص من الشكر، مو تنسوها، بس راح أذكرها لكم بصندوق الوصف المقادير على مود تصير عندكم الكيكة مضبوطة. وهنا بعد ما خلطتهم هسه راح أستعين بالخلاط الكهربائي على مود أختصر الوقت، وبقيت أخلط بيهم خلطة زينة إلى أن يعني لون الصفار مالت البيض تقريبا اختفى عندي. هسه راح أضيف المي بهذه المرحلة، بس بعد ما يعني أشوف الكيكة شوية تبدي ترتفع هاي المواد اللي خلطناهن. هسه ضفت كوب من المي، وبعد أخليه ينخلط خلطة بسيطة وأرجع أضيف كوب ثاني على هذه الكمية من المقادير. واحنا دا نخلط الكيكة وانتو دا تشاهدون الفيديو، أتمنى تصلون على محمد وآل محمد على مود نحصل أجر وثواب الصلاة على محمد وآل محمد. هنا أنا انخلطت عندي الكيكة كل زين، هسه بهذا المقدار أكتفي. هسه راح أضيف الطحين، ضفت كوب من الطحين وأرجع أخلطه على مود ما أخلي هذا الارتفاع اللي حصلته ينزل، وخلطة بسيطة بس أشوف الطحين يختفي أرجع أضيف الكوب الثاني من الطحين. بهالوقت بعد أبد ما نستخدم الخلاط الكهربائي. وهنا أنا هذا الكوب الثاني ونفس الطريقة بس أخليه يختفي وأرجع أضيف بقية الطحين. هنا أنا مجرد ما اختفى عندي الطحين ضفت الكوب الثالث، طبعا هو الكوب الثالث راح يكون نص من الطحين والنص الثاني من النشا. هنا أنا ضفت نص كوب من النشا وهذا نص كوب من الطحين، صار عندنا المعدل 3 أكواب وخلطة زينة. وبعد ما يختفي خلاص صارت عندنا الكيكة مالتنا جاهزة. هسه الفرن أنا شغلته تقريبا قبل 10 دقايق قبل لا أبدي بالكيكة. وهنا عندنا قالب الكيك دهنته بالراشي، الراشي أو الطحينية شوف انتو شنو تسموه. وهنا راح أضيف الخليط مالتنا. الكيكة عفوا الفرن ضروري يكون حامي، ما يصير نشتغل الكيكة والفرن بارد، أبد ما ترتفع عندكم الكيكة، يعني مو ما ترتفع بس ما تصير بهذا
النجاح المضمون وهذا الارتفاع الحلو. هنا أنا نزلت كل الكمية، هسه يعني أضربها ضربتين يعني على مود الهواء اللي بداخلها يتفرغ. هسه ندخلها للفرن، أخليها على الرف الوسط، النار مشتغلة بس من جوه على درجة حرارة 180. أخليها على هذه الحرارة 10 دقايق، من 10 دقايق إلى 15 دقيقة، يعني ربع ساعة، وأرجع لها. هنا أنا مرت عليها 15 دقيقة، صارت بهذا الارتفاع، وهسه راح أقلل النار وأتركها نص ساعة وأرجع لها. هنا أنا بعد ربع ساعة نار عالية، بعدها قللت النار على نار هادئة، صارت عندي بهذا الارتفاع ورا نص ساعة. ما شاء الله صارت ارتفاع كلش حلو. بس هسه من شكلها بعد هي انه مبينة ما مستوية، فراح اتركها بعد 10 دقايق ومن بعدها نرجع نشوفها. هنا بعد 10 دقايق يعني صار الوقت عندي 40 دقيقة. هسه راح افتح الفرن وافحصها. هسه من الوجه ما شاء الله مستوية يعني ظاهريا، بس اريد افحصها من الداخل. هسه شوفوا الوجه مستوي تمام، بس اريد افحص الداخل، ما اعرف يعني اذا كان مستوي او بعد اكو عجين، فراح افحصها بالسكين او ممكن بعود نفحصها. إذا ظهرت عندنا سكينة نظيفة في الكيكة مستوية، شوفوها ما شاء الله نظيفة ومستوية تماما. هسه خلص نكتفي بهذا المقدار. من جوا راح أشغل من أعلى بس، أتركها تقريبا 5 دقايق مو أكثر، يعني أراقب الكيكة، لأن بهذا الوقت بعد ما تنعاف الكيكة بسرعة تستوي. وهاي بعد ما استوت وصارت عندي بهذا الشكل. أتمنى اليوم الوصفة تكون عجبتكم، ولا تنسونا باللايك والاشتراك، وانتظرونا فيديو جديد. أتمنى يا رب ينال إعجابكم.